أنتقل إلى مد جديد من المدود التسعة، وهو مد الصلة. الصلة هناك ظاهرة في لغة العرب عند نطق العرب لهاء الضمير. عندنا في اللغة العربية كما تعلمون الضمائر، في ضمير المتكلم، في ضمير المخاطب، في ضمير الغائب. ضمير الغائب في اللغة العربية إذا كان الغائب مفرد ومذكر هو، نقول إنه، كتاب هو. هذه الهاء الأصل فيها أنها مضمومة، هو، وعليها ضمة، وهي كناية عن المفرد، يعني الشخص المفرد الغائب، يعني ليس مخاطب ولا متكلم، وأنه مذكر ليس مؤنث. مثلا إنها صار مؤنث، فنحن نتكلم على إنه، على المفرد الغائب المذكر. ثلاث صفات: مفرد خرج المثنى والجمع، غائب خرج المتكلم والمخاطب، مذكر خرج مين؟ خرج المؤنث. هذه الهاء الأصل أنها مضمومة، لكن العرب في أغلبهم كانوا هذه الهاء إن سبقت بكسرة مثل به، أو بياء ساكنة مثل فيه، يكسرونها من أجل مجانسة الكسرة. يعني بدل ما يقولوا به، انظروا جربوها، به ثقيلة، به أسهل لأنه الفم يبقى باتجاه واحد، به. كذلك فيه أو فيه، أيهما أسهل؟ أكيد فيه أسهل من فيه. فمن أجل مجانسة الياء التي قبل الهاء أو الكسرة إن كانت قبلها، كانوا في هاتين الحالتين يكسرون الهاء. صار عندي هاء الضمير في لغة العرب الأصل أنها مضمومة، تكسر إن سبقت بياء ساكنة أو كسرة. هذه الهاء كانت العرب إن وقعت هذه الهاء قبل حرفين متحركين، قبل حرف متحرك وبعد حرف متحرك، إن جرى هذا فكانوا، يعني بده يصير عندي 3 حروف متحركات، الهاء متحركة وقبل متحرك وبعد متحرك، حتى يخففوا من الحركات كانوا يمطون حركة الهاء. بدل ما يقولوا إنه على رجعه لقادر، يقولون إنه على رجعه لقادر هو. فهذا المط للحركة يعطي راحة للمتكلم أكثر ما يقول إنه على رجعه لقادر، صار متحركات كثيرة. فهذه الهاء تشبع، عرفتوا شو يعني تشبع؟ يعني نشبع الحركة، نمطها نطولها حتى تتحول من ضمة إلى واو إن كانت الهاء مضمومة، وتتحول من كسرة إلى ياء إن كانت الهاء مكسورة. لكن أعود فأقول شرط ذلك أن تقع الهاء بين متحركين. مثاله من كتاب الله: إنه على رجعه لقادر. هذه الآية حوت مثالين، المثال الأول هاء مضمومة إنه، والمثال الثاني هاء مكسورة رجعه. لاحظوا بأن الهاء في إنه قد اكتنفها متحركان عن يمينها وعن شمالها، كذلك الأمر بالنسبة إلى الكسرة. ما قلته نراه أمامنا على اللوحة التي تبين تعريف مد الصلة. نرى على اللوحة مد الصلة هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو. صلتها بإيش؟ بواو. متى؟ إن كانت الهاء مضمومة، وبياء متى؟ إن كانت الهاء يعني مكسورة. ما هو الشرط؟ بشرط أن تقع يعني الهاء هاء الضمير بين متحركين، يعني قبل متحرك وبعد متحرك. لاحظوا الله يسلمكم المثال القرآني الذي أمامنا: إنه على رجعه لقادر. طبعا هذه الواو التي نشأت من تطويل الضمة ليس لها صورة في الخط، لذلك يعني الخط أقصد خط المصحف، لذلك علماؤنا ألحقوها صغيرة. انظروا كيف في المصاحف أو في المثال الذي أمامنا على الشاشة أن بعد هاء الضمير عندي واو صغيرة لوناها بالأحمر لإبرازها. إنه
نعم. ولاحظوا أن قبلها فتحة وبعدها فتحة، قبلها متحرك وبعدها متحرك. كذلك الأمر لو تابعنا التلاوة: على رجعه لقادر. عيه أيضا هذه هاء ضمير ومفرد غائب مذكر، ووقعت بين متحركين لأن العين متحركة واللام متحركة، فأشبعنا يعني طولنا كسرة الهاء فتولد منها ياء منطوقة ليس لها صورة في الخط. لذلك علماؤنا ألحقوا ياء صغيرة مردودة إلى الخلف كما ترون، ياء صغيرة مردودة إلى الخلف كما ترون أمامكم في المثال القرآني. هذه الحرف ليس موجودا في أصل خط المصحف، ألحقه علماؤنا حتى ينبهوا تالي القرآن أن عليه أن يشبع ضمة الهاء إن كانت مضمومة وكسرة الهاء إن كانت مكسورة. هذا هو مد الصلة. هل فيه صعوبة؟ ما أظن أن فيه صعوبة. هو عبارة عن هاء ضمير مفرد غائب مذكر قبل وبعد متحرك، إن كانت مضمومة طولنا الضمة، إن كانت مكسورة طولنا الكسرة، حتى يتولد منها واو مدية وياء مدية تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. أعود فأقول يلحق وليس طبيعي. ليه؟ لأن هذا المد لا يظهر إلا في حالة الوصل. يعني إنه على، لو وقفنا ماذا أقول؟ إنه، ولا أقول إنه. من هنا لما اختل الشرط حرف المد المفروض يكون وصلا ووقفا، كالمثال الذي ذكرنا: عيسى، موسى، قالوا. كل هذه مدود طبيعية تظهر في الوصل وفي الوقف. لكن إنه على، هذه الواو المنطوقة التي ليس لها صورة في الخط لا تظهر إلا في حال الوصل، فإن وقفت أحذفها وأقف بالسكون: إنه على رجعه لقادر. فإن وقفت قلت على رجعه بها ساكنة. نبين أيضا على أمر، ننبه على أمر، هو هذه مد الصلة هذا ممكن يكون بعد، يعني الحرف اللي في الكلمة الأولى، في الكلمة التي تلي الكلمة التي فيها الهاء. عندي إنه مثلا، شو الكلمة التي تليه؟ على، الحرف الأول منها عين، ليس همزة. إن كان غير همزة أسمي هذه الصلة صلة صغرى. فإن صادف أن كان الكلمة التي بعد الهاء أولها همزة، بدل ما أقول صلة صغرى بقول صلة كبرى. يحسب أن ما له أخلده، لاحظوا أخلده أولها همزة، بدل ما أقول صلة صغرى أقول صلة كبرى. نرى ذلك على اللوحة التي أمامنا. أقسام مد الصلة: القسم الأول صلة صغرى. ما هي الصلة الصغرى؟ ليس بعد الهاء همزة قطع، نحو ما له وما كسب. لاحظوا بعد الهاء يوجد واو وليست الواو همزة. وأمه وأبيه أيضا بعد الهاء واو ليست همزة، هذه اسمها صلة صغرى. نعم. بينما النوع القسم الآخر من أقسام الصلة، الصلة الكبرى، أن يكون بعد الهاء همزة قطع، نحو ما له أخلده. الكلمة التي بعد الهاء أولها همزة: إلى طعامه أن. الكلمة التي بعد الهاء أولها همزة وهي كلمة أن. هذه هي أقسام الصلة الصغرى. أيضا نبقى مع اللوحة التي تلي ذلك. مقدار مد الصلة الصغرى: تمد الصلة الصغرى بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي كما نرى أمامنا، نحو إنه على، تقرأ هكذا: إنه على رجعه لقادر، تقرأ هكذا: رجعه لقادر. هذه الواوات، الواو والياء الحمراء اللون، تمد بمقدار حركتين. التنبيه الأول: يكون مد الصلة في الوصل لا غير، فإذا وقفنا نقف بهاء ساكنة، نحو
ماله وما كسب، نقف عليها ماله، ولا نقول ماله، لا نفعل ذلك. إلى طعامه أن، يوقف عليها إلى طعامه، ولا نقول إلى طعامه. فهذا التنبيه الأول.